السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا هعمل لكم البسبوسة بإيد أمي برضو فنخش على الوصفة على طول. هنا احنا عندنا نص كيلو سميد سمولينا، وعندنا 3/4 كوباية لبن، 3/4 كوباية سكر، 3/4 كوباية سمنة بلدي، ومعلقتين شربات تقيل زي ما انتوا شايفين تقيل ازاي. هي عملت شربات البسبوسة العادي واخدت منه حبة وتقلتهم على النار. وعندنا معلقتين جوز هند. نبتدي نحط المقادير مع بعض عشان نحطهم على النار. هنحط 3/4 كوباية اللبن والسكر والسمنة، هنحطهم ونحطهم على النار لحد ما السمنة تدوب والسكر يدوب، ونقوم شايلينهم من على النار. وهنحط اهو السكر معانا. ما بنحطش احنا بيكنج باودر في البسبوسة خالص، حابة تحطي براحتك ده، بس هي والدتي ما بتحطش. حطيناهم على النار وساحهم ودابهم. هتحط بقى معلقتين جوز الهند، وهنقلب جوز الهند مع سميد البسبوسة علشان يندمجوا مع بعض. وبعد كده ان شاء الله نقوم حاطين يكون السوائل بقت باردة، تحطهاش سخنة نار، لا تبقى دافية. حبة بحبة، حطينا المقدار حبة بحبة، وقلبي البسبوسة مجرد يندمجوا مع بعض، ما تعجنهاش لان لو اتعجنت كده باظت، مش هتشرب الشربات خالص. احنا بس مجرد انها السوائل تندمج مع سميد البسبوسة، اكتر من كده خلاص ما عادتش دقيقتين بتقلب فيهم. وبعدين جبنا الصينية بتاعتنا، طبعا ما دهناش سمنة ولا حاجة لان مش هتلزق، لان احنا حاطين 3/4 كوباية سمنة بلدي. بس لو الصينية بتاعتك بتلزق حطي، يعني الصينية ديت ما بيلزقش فيها حاجة خالص. لو انت واثقة ان هي تلزق لا ادهنيها. لكن هي والدتي طبعا مش اول مرة تعمل، وعارفة ومتأكدة ان الصينية بتاعتها عمرها ما هتلزق. بتقلبها، بتحطها في الصينية وبتسويها وشها. وبعدين شايفين بتديها خبطتين على الرخامة علشان خاطر تساوي الوش. هنا بعد ما خرجت من على النار عندنا بس الشربات، انا بوريكم مرحلة الشربات عشان هتشوفوا. بتبتدي انها تشرب خالص، هي سخنة والشربات مش سخنة قوي دافي. شايفين شربتها على طول ازاي؟ الشربات شرب البسبوسة شربت الشربات، ده بدليل انها نجحت. اهم حاجة تشرب الشربات. الشربات عبارة عن كوباية ونص سكر عليهم كوبايتين مية، يبقى شربات خفيف. او ممكن كوباية عليها كوبايتين، على حسب انت بتحبي السكر قد ايه. هنا بعد ما خرجت من على النار عندنا، طبعا يوم اللي عند والدتي ده العيال ما بيسيبوناش معانا في كل حتة. قطعت البسبوسة واديت لكل عيل خرطة، وطبعا ما سابوناش في حالنا، اخدوها ومشيوا. بس لو كنتوا ما صورتهاش، كل واحد اخد له طبق ومشى. بس طبعا البسبوسة كانت تحفة 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 بجد، بأمانة ربنا. أمي بتعمل أي حاجة يعني طعمها بيبقى خطير، مش عشان خاطر أمي بس، ولا يمكن عشان خاطر أمي، أي حد بيحب أمه. ربنا يبارك في كل الأمهات اللي عايشين، ويرحم الميتين رحمة واسعة جدا جدا. ربنا يرحمهم ويبارك لنا في اللي عايشين يا رب.